واخيرا الجلابه ديال العيد كملات. نصدق خدمته بالاعمده وطرزت فوق منه هاد الطرز الاماراتي بهاد اللوينات هادو في الاكمام. وكذلك بالنسبه للضريس استعملت هاد الضرس الاماراتي القب، وكذلك جا على هذا الشكل. بالنسبه للملاقيه لقيت بالاعمده وجمعتهم بالكروشي، وهنايا درت واحد الفتحه في الوسط جات على هذا الشكل، وزينتها بشوشه بنفس اللون اللي خدمت به، جات على هذا الشكل. المراحل كلها كاينه في الفيديو من الاول الى الاخير. الى عجبكم المحتوى ديال القناه ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم مني كل جديد، مع البارطاج مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده وللتشجيع والدعم. فرجه ممتعه. من بعد ما كملت الكم الاول ديالي جاني على هذا الشكل، غادي نخدم معكم بنفس الطريقه الكم الثاني. قبل ما نبدا الادوات المستعمله، استعملت هذا الخيط ديال الرباطي ولا خيط المبروم على 5 ديال الشعرات ولا 5 ديال الخيوط، كروشي رقم 12. بسم الله على بركه الله. الوسط ديالكم هو هذا. انا غادي نبدا من هنايا فين كاينه الملاقيه. اذا هنا غادي ندخل الكروشي هنا في هذه الملاقيه القويط، وغادي نخرج الخيط على هذا الشكل. غادي نخدم سلسله، غادي نحط هذا الخيط هذا هنا في هذا المكان، ومن بعد غادي نخدم 2 ديال السلسله. اذا هنا حصلت على 3 ديال السلسله. غادي نلف الكروشي ديالي على هذا الشكل، وغادي نخدم على هذا الخويط هنا باش نخفيه ونمشي للفراغ الموالي، وغادي نخرج الخيط ديالي. غادي نخدم غرزه عمود، سلسله، وغادي نمشي للفراغ الموالي وغادي نخدم غرزه عمود. سلسله، غرزه عمود بنفس الطريقه. غادي نحصل على هذه النتيجه هذه، وغادي نخدم بنفس الطريقه الكم كله حتى نوصل هنا للنهايه ديال السطر ونرجع معكم. من بعد ما كملت السطر، غرزه عمود سلسله، غرزه عمود سلسله، وصلت للنهايه. غادي نجمع البدايه ديال السطر مع النهايه بغرزه منزلقه، جبنا الفراغ وغادي نجمع منزلقه. من بعد غادي نخدم 2 ديال سلسله، غادي نخدم الفراغ الموالي، غادي نخدم هنايا غرزه عمود. من بعد غادي نخدم 3 ديال سلسله، 1 2 3، وفي هذا الفراغ غادي نخدم 3 ديال نصف غرز عمود، 1 2 3 4. في نفس الفراغ غادي نخدم غرزه حشو، 2 ديال سلسله. غادي نلف الكروشي ديالي، نلف الخيط ديالي على الكروشي، وغادي نخلي الفراغ الاول ونمشي للفراغ الموالي
باش نخدم غرزة عمود. 3 ديال سلسلة ونخدم 4 ديال نصف غرز عمود في الفراغ، عفوا 1 2 3 4. هنا غادي نمشي لنفس الفراغ اللي خدمت فيه، غادي نخدم غرزة حشو، نحصل على هاد الضريس هذا. غادي نزيد معكم واحد اخر، 2 ديال سلسلة. غادي نخليو الفراغ الاول، نمشيو للفراغ الثاني ونخدموا غرزة عمود. 3 ديال سلسلة، نفس الفراغ غادي نخدموا فيه 4 ديال نصف غرز عمود. في نفس الفراغ غادي نخدم غرزة حشو. 2 ديال سلسلة، نمشي للفراغ الموالي الثاني ونخدم غرزة عمود، وهكذا حتى نكمل السطر كله. من بعد ما كملت السطر الثاني جاني على هذا الشكل، قطعت الخيط. طبعا هذا الخيط هذا غادي نخفيه مور الخدمه باش ما يبقاش باين. غادي ننتقلوا للقب اللي غادي نخدموا فيه حتى هو الضريس. هنا من بعد ما لصقنا نص طوق غادي نخدموا الضريس كله على الدوره ديال القب. هنا من بعد ما طويت القب على 2 بهذا الشكل، هذا هو النصف. غادي نبدا نخدم الضريس ديالي. غادي نلف على السورجي بهذا الشكل، وغادي ندخل الكروشي في الثوب ونبدا الخدمه ديالي. بسم الله على بركه الله. كما بدينا في الاكمام سلسله واحده، من بعد غادي نخدم 2 ديال السلاسل، غادي نحصل على 3 ديال السلاسل. من بعد غادي نلف الخيط ديالي على الكروشي، غادي نخلي واحد المسافه وغادي نخدم غرزه عمود. سلسله. هذا الخيط هذا نحاول انني نخفيه تحت الثوب باش ما نلقاش معاه مشكل، وغادي نخدم غرزه عمود. سلسله، نخلي واحد شويه ديال الفراغ ونخدم غرزه عمود. سلسله، غرزه عمود، سلسله، غرزه عمود، حتى نوصل للنهايه ديال السطر. كما كتلاحظوا هنا كنت بديت من النصف ديال القب اللي هو هذا، وخدمت على هذه الجهه هذه على النصف، ومن بعد عاد كمل النصف الاخر. ملي غادي نوصل هنايا لنصف طوق في الوسط، لاحظوا معايا مزيان باش الخدمه تجيكم مضبوطه. تبقى لنا هنا في الاخر غادي نديروا سلسله، وغادي نمشيو هنا لهاد البلاصه فين كاين الوسط، وغادي نخدم غرزه عمود. غادي ندور الخدمه ديالي على هذا الشكل، وغادي نخدم الضريس ديالي 1 2 سلسله. غادي نخلي الفراغ الاول، نمشي للفراغ الثاني، وغادي نخدم نفس الطريقه اللي كنت نخدم بها الضريس ديال الاكمام. 1 2 3 4 ديال غرز نصف غرز عمود. 2 3 4. نفس المكان غادي نخدم فيه غرزة حشو. 1 2. نخلي الفراغ الاول ونمشي للفراغ الموالي ونخدم فيه غرزة
عمود، 3 ديال سلسلة، 4 ديال نصف غرز عمود، 1 2 3 4. نفس الفراغ اللي نخدم فيه غرزة حشو، وهكذا حتى نكمل حتى نوصل هنا للنصف ديال القب. من بعد ما كملت الطريز ديالي جاني على هذا الشكل كما كتلاحظوا. هنا غادي نكمل النصف الاخر ديال القب بلا ما غادي نقطع الخيط. انا غادي نخدم واحد السلسله وغادي ننتقل هنا لهذا المكان وغادي نخدم غرزة عمود، سلسلة، غرزة عمود، سلسلة، غرزة عمود. كما لاحظتوا كندخل هاد السورجي هنا وكنخدم سلسلة غرزة عمود، سلسلة غرزة عمود حتى نوصل للبداية ديال نصف طوق. غادي نخدم هنايا هاد الدورة كاملة حتى نوصل لهذا المكان هذا ونرجع معكم. هنا بعد ما كملت السطر الاول اللي بديته من نصف طوق غادي نبدا وقبل ما نبدا في السطر الثاني هنا وصلت للاخير نفس المكان اللي خدمت فيه غرزة عمود في السطر الاول ولا في الجهة الاولى غادي نخدم غرزة عمود في نفس المكان على حساب الجهة الثانية باش الخدمة تجيني مقادة. انتبهوا معايا مزيان لهاد المرحلة باش الخدمة تجيكم مضبوطة. وهنا غادي نخدم 2 ديال سلسلة، غادي نمشي هنا لهاد البلاصة لهاد الفراغ وغادي نخدم غرزة عمود. من بعد ما خدمت غرزة عمود غادي نخدم 3 ديال سلسلة، وهنا في هذا الفراغ هذا غادي نخدم 4 ديال نصف غرز عمود، 1 2 3 4. في نفس الفراغ غادي نخدم غرزة حشو، 2 ديال سلسلة، غادي نخلي الفراغ ونمشي للفراغ الموالي وغادي نخدم فيه غرزة عمود، 3 سلسلة، 4 غرز نصف عمود في نفس المكان، 2 3 4. هنا في نفس الفراغ غادي نخدم غرزة حشو، وهكذا حتى نكمل السطر ديالي كله وغادي نرجع معكم باش نوريكم الصورة النهائية. من بعد ما كملت السطر الثاني هنا وصلت للنهاية. هنا بعد ما خدمت 4 ديال الغرز نصف عمود غادي نخدم بمنزلقة على هذا الشكل وغادي نقطع الخيط ديالي. من بعد ما نخدم 3 ديال سلسلة باش الخيط ديالي ما يتحلش. وهذا الخيط طبعا غادي نخفيه مور الخدمه. هذا هو الوجه ديال القب، جا على هذا الشكل، وهذا هو نصف طوق. مازال ما تصلحاتش، خصها تصلح باش تبان لكم الخدمه. هنا باقي لي الملاقيه. هنا من بعد ما خدمت عمود لهاد الجهه
وعمود من هاد الجهه هذه بالاعمده. هنا صوبت الفتاحي، غادي نلاقي هاد الجهه مع هاد الجهه باش نلاقيو الجانبين ديال الوسط. هنا هذا هو هذه الفتحه اللي غادي نخليها في الوسط، ما غاديش نجمعها، علمتها بهاد الابره. والاخوات المبتدئات حاولوا انكم تنسقوا العمل ديالكم بالابر باش ما يكونش عندكم واحد الديكالاج والخدمه تجيكم مضبوطه. هنايا غادي نخدم 3 ديال السلسله، نخلي 2 ديال الاعمده ونمشي للثالث، وهنا كنجمعو مع الطرف الاخر ونخدم غرزه حشو. حاولوا انكم ترخفوا الخدمه ديالكم باش ما تجيكمش مزيره. نحاولوا نخليو هنايا 2 ونخدموا غرزه حشو، 1 2 3. نمشيو هنا نخليو 2 وهنا غادي نخدموا غرزه حشو، 1 2 3. نخليو 2 ونخدموا غرزه حشو. نبقاو غاديين على هاد الطريقه هذه حتى نهايه السطر. ملي غادي نكمل غادي نرجع معكم. من بعد ما ساليت الدريسات جاو على هذا الشكل هذا ديال القب، نصف الطوق ديالي هو هذا. من بعد ما درست عليها الدريزات الملاقيه جات على هذا الشكل، باقي عاد خصها تصلح. والاكمام ديالي هما هادو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم مني كل جديد، مع البارطاج مع الاهل والاصدقاء اللي تعم الفائده ولا التشجيع والدعم. شكرا على المشاهده والى اللقاء. ناباج منزلي على الطريقه ديالي، وهذا معتمد عندي منذ سنوات. فاش كنت كنخدم الحلوى كنت كنصاوبو دائما. هنايا غادي نديرو كاس ديال السكر، ملعقه صغيره ديال النشا، وغادي نديرو كاس لاروب ديال الماء. غنديرو حلقه ديال الحامض ونخليه تيغلي، ومره نجربو في الطبيصل واش تقال ولا لا. هو واخا يجي خصو يولي القوام ديالو تقريبا بحال العسل، وملي كتحطيه يبرد كيرجع بحال الناباج ديال البرا، بحال فيه جيلاتين. هذا بدون جيلاتين، شي حاجه مزيانه وعارفه شنو فيها، ماشي بحال داكشي الاخر اللي تيكون مصنع ما كتعرفيش شنو فيه. كنحتاجو صراحه كنوقفوا عليه بعض المرات، لكن من الاحسن غادي نخدمو بحال هذا الخيط هذا كيجي مبروم، الطول ديالو 17 سنتيمتر. بالنسبه للطول كتقدروا تحكموا فيه نتوما، تنقصوا اولا تزيدوا. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو هنايا، بديت بعقده، غادي نخدم 1 2 3 ديال السلسله. من بعد غادي نمشي الاولى اللي بديت بها، وغادي نجر الخيط ديالي على هذا الشكل، وغادي نخدم بحال هكذا 1 2 3. غادي نمشي للوسط هنايا، وغادي نجر الخيط ديالي على هذا الشكل، وغادي نخدم عمود 1 2 3. نفس الشيء هكذا حتى نوصل للطول المرغوب فيه.
هنا بعد ما وصلت للطول المرغوب فيه غادي نقطع الخيط بهذا الشكل. غادي ندخل هنا 2 3 وغادي نطول شويه الخيط. من بعد غادي نوريكم علاش. نقطعو بالمقص نحاول نجبدو شويه. هنا من بعد ما حطيت الخيط اللي خدمته بهذا الشكل وثبتته بسكوتش من هنا ومن هنايا، غادي نلف عليه هذا الخيط كما كتلاحظوا على واحد، هذا النوع هذا بهذه الطريقه. وهنا غادي يكون غير ما بين هنا وهنايا، ما غاديش نلفو على سكوتش. حتى نحصلوا على السمك اللي بغينا. هنا غادي نكتفي بهذا القدر هذا. غادي نحيد هذا السكوتش نحاول انني نثبت هذه الخدمه باش ما يخرجش ليا الخيط. وهنايا غادي نقطع هنا في النصف، نحاول نقطع على هذا الشكل. من بعد هنايا الى لاحظتوا كنت خديت واحد العقده، غادي نحل العقده ديالي بهذا الشكل وغادي نحاول ندخل هنا في هذه الحلقه هذه. وها هي الشوشه ديالي. هنا غادي نحاول اني نزيرها. من بعد غادي نمشي لهذا الخيط هذا اللي كنت نخدم عليه بهذا الشكل، وغادي نلف الخيط على الشوشه بهذا الشكل. من بعد ما صوبتها غادي نشد الخيط وغادي نحاول انني نلفها نلفو بهذا الشكل هذا.
صافي. وهنايا غادي نقطع هذا الخيط وغادي نعقدو مع واحد الخيط من هاد الخيوط هادي بهذا الشكل. نثبتو مزيان باش ما يخرجش. وهنا غادي نقاد الشوشه ديالي، غادي نقطع هاد الزياده هادي وانا حصلت على شوشه بنفس اللون ديال الجلابه. الطريقه اللي غادي نركب بها هاد الشوشه هادي، هذا هو القب ديالنا. هنايا في هذا المثلث غادي ندخل بهذا الشكل بالكروشي، وهنايا غادي نخرج هذا الخويط هذا كان سبق لي خليته، نحاول ندخلو داخل ديال القب. هنايا غادي ندخل الكروشي ديالي في واحد الخويط من هاد الخيوط هادو ديال الملاقيه ونخرجو، نخرج الخويط. من بعد غادي نخرج هاد الخيط على هاد الشكل وندير واحد العقده باش نثبت الشوشه ديالي باش ما تخرجش، باش الخيط ما يتحلش. وها هي الشوشه ديالنا كما تلاحظوا. بنفس اللون اللي خدمنا به. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ولا عجبكم المحتوى ديال القناه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم مني كل جديد، البارطاج مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده وللتشجيع والدعم. شكرا على المشاهده والى اللقاء.